المسيحيين، لما أنا رئيس حزب ونائب رئيس الحزب من المسيحيين، لما بنتواصل مع كل زيارة المرشد للبابا يعني قبل وفاته بأيام قليلة جدا وراح عشان يعودوا ويزوروا الحديث اللي دار بينهم. الاتفاق اللي تم بين الكنيسة الإنجيلية والإخوان قبل الترشح لرئاسة الجمهورية من قبلنا، القانون اللي بنقول عليه لازم يقوم بجد. مين اللي حرمهم من بناء الكنائس؟ مين اللي كان بيضغط عليهم ويضغط عليهم في امور كثيره جدا يجعلهم يتخذوا مواقف؟ هم نفسهم قالوا لنا احنا ما كناش نحب نتخذ المواقف ديت في عهد سابق. هذا الامر النظام حينئذ ضغط على الكل، ما ميزش ان الاجرام هو الاجرام والظلم هو الظلم والفجور بتاع النظام. هل نشارك نحن بايدينا كمصريين مسلمين او مسيحيين في اعاده انتاج النظام السابق؟ هل نرضى بأن دم الشهداء في يوم 2 فبراير وما تلاها بعد ذلك من أحداث في شارع في مسبيرو أو في مجلس الوزراء أو في محمد محمود أو في بورسعيد، شهداء وقتلى من الطرفين ودماء مسلمين ومسيحيين بسبب النظام السابق وبقايا النظام السابق؟ لا أتصور أبدا أن إخواني المسيحيين أشقاء الوطن لا يمكن أن يقعوا تحت ابتزاز أو ضغط لإعادة أو المشاركة في إعادة إنتاج النظام السابق، ليشتبكوا معه كيفما يشاء، ليقولوا ما يشاءون بعد ذلك أو الآن في أن يأخذوا حقوقهم كاملة. لكن بالضرورة أنا لا يمكن أظلمهم. أنا بقول أنا مسلم، أنا عندي برنامج واحد مسلم بيخاف ربنا، أرجو أن أكون كذلك، وهم بيخافوا ربنا. أنا لا يمكن أظلمهم، مستحيل مستحيل، لأن الإسلام ما يأمرنيش بكده. الإسلام بيقف ضدي أنا لو أنا عملت كده، أنا ما بقاش معبر عن الإسلام صح. لكن أن يكونوا جزء من الوعاء الوطني، من الوحدة الوطنية، من الجماعة الوطنية للوقوف ضد الإجرام. احنا عايزين نجيب تاني نظام مبارك، عايزين نجيب تاني قتل الشهداء والضد الثورة، عايزين نجيب تاني وزير الداخلية اللي كان موجود ساعتها بإجرامه الآن يصطف ليعيد الآن النظام السابق. احنا عارفين اللي بيحصل. لكن أنا بأربأ ولا أتصور أبدا أن الإخوة المسيحيين يكونوا جزء أبدا بعيد عن النسيج الوطني، أنهم هم يشاركوا حتى لو كانوا حاسين بنوع من أنواع التخوف مني. أنا بقول نجلس مع بعض، أنا جاهز أن أقعد معاهم. ما هي طبعا التخوف مش من حضرتك شخصيا، أنا موجود. التخوف من جماعة الإخوان المسلمين. جماعة المسلمين لم ترتكب جماعة الإخوان المسلمين في تاريخها أي نوع من أنواع العدوان أو الجرم. لا لم تشهد محكمة من المحاكم ولا حالة شكوى من قسيس أو من مسؤول أو من مواطن مسيحي عادي ضد الإخوان المسلمين. أعتقد إن إحنا وفينا يعني أنا عايز أقول لإخواننا المسيحيين أنا جاهز الآن، وبعد ذلك مش الآن، ينتخبوا من يشاء وهم حرين. بس أنا بقول لهم هل يمكن أن تساهموا بأي درجة من الدرجات في إعادة إنتاج النظام السابق؟ هل يمكن أن يوجد في مصر مسيحي واحد، أنا مش متصور كده، إنه ضد الثورة؟ بالضرورة النظام السابق ضد الثورة، بالضرورة النظام السابق بيسعى إنه يخرج من اللي موجود في طور يطلعه براءة، بالضرورة. ألم تسمعوا عن التصريح اللي قالته زوجة المخلوع منذ أيام؟ نعم. بأنه اتضح أن الثوار كانوا بلطجية، وأن هناك يعني مصريين بيؤيدوا النظام القديم. أنتم ما سمعتوش كده؟ ده ضد المسيحيين وضد المسلمين، ده نشوة إجرام، فعل إجرامي. أنا لا يمكن أبدا أن أتصور أن في مسيحي واحد في مصر أبدا أبدا يساهم في عودة النظام السابق. النظام السابق يطل بأظافره ويعلن عن إجرامه الحقيقي في أن يعود مرة أخرى. النظام السابق أجرم ولم يحاسب حتى الآن. الثوار والشهداء ووفاء والأمهات بيقولوا حق الدم فين؟ في رقبتي، مسيحي ومسلم. هم ممكن إخواننا المسيحيين يتصوروا أنني أظلمهم ليقولوا لي ذلك في وجهي. احنا خايفين تظلمنا. هظلمكم ازاي؟ بكيت وكيت وكيت عشان يبقى الكلام واضح. انا مستعد لان يقال الان هذا الكلام او بعد ذلك او بعد الان. مظلمتهم عندي حق واجب علي، شرعي اسلامي وطني دستوري قانوني. هم مواطنين زيي بالضبط، اولادهم زي اولادي، وجودهم في الوطن جزء من نسيجه. لكن يمكن لمسيحي مصري مخلص زي اللي كلهم مخلصين ان يساهم
في أن يطل النظام المجرم بأظافره مرة أخرى، يزقه من الشباك ونرميه من الباب يجي لنا من الشباك؟ هل يمكن أن يساهموا في ذلك؟ مهما اختلفوا معي أنا أو تخوفوا مني، هم لم يجربوني، لم يجربوا أن يكون الحاكم مسلم بيخاف ربنا بجد، ما جربوش. دعونا نجرب، وإذا اتضح غير ما نقول الثورة جاهزة والميادين جاهزة، وساعتها المسيحيين يقول هم عايزينه والمسلمين هم عايزينه. لكن احنا بنعلن الآن المسيحيين أشقاء الوطن لهم كل الحقوق، عليهم واجبات المسلمين، هم شركاء في تحمل المسؤولية التنفيذية، منهم وزراء أو غيره زي ما نتفق كلنا. الجماعة الوطنية هم جزء من النسيج الوطني من الجماعة الوطنية، تاريخهم مشرف كله في الجهاد ضد المستعمر.